ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بنحبكم في الله. النهارده بقى احنا جايين لكم في فيديو جديد. فيديو النهارده احنا مش هنعمل مهلبيه بالشوكولاته، احنا هنعمل حاجه سهله وبسيطه وعامله زي التورته بالظبط. التورته ايه؟ عباره عن دقيق وبسكوت، ممكن تتعمل بدقيق وممكن تتعمل ببسكوت. احنا النهارده بقى جايبين اللي هي المهلبيه بالشوكولاته ديت هنعملها، وجايبين كمان حبه شوكولاته هي، وجايبين بسكوت، كيس بسكوت النجمة اهو، وكتل اللبن. قبل بقى ما نبدأ الفيديو ما تنسوناش بلايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل فيديو جديد مننا. احنا مطبخ قمر وسمسمة، بنعمل حاجات سهلة وبسيطة وامكانياتها بسيطة اهي. ادي المهلبية بالشوكولاتة ديت بقى، احنا هنحط اللبن الاول، وبعدين نحط المهلبية بالشوكولاتة ديت، وهنفتح الكيس بتاع البسكوت اهو، وهنرصها في الصينية ونوريكم نعمل معاكم تورتيه سهلة وبسيطة وحاجات بسيطة جدا، وهتعجب الأطفال وهتعجب الكبار كمان، وممكن تعملوها لو دخل عليكم ضيف. احنا كده هنفضي اللبن في الحلة، نجيب حلة ونفضي فيها اللبن ونحطها على النار. بس قبل ما ابدأ بقى الفيديو معاكم يا جماعة ما تنسوناش بلايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم في كل فيديو جديد. على فكرة يا جماعة، احنا القنوات الصغيرة ديت لو اتجمعت كلها مع بعضيها هتبقى عدد كويس، ويبقى اهم حاجة الصدق والامانة، واهم حاجة نبقى قلبنا على قلب بعضينا عشان نقدر ان احنا نكبر مع بعض. ويا ريت بالله عليكم تتفرجوا للفيديو للاخر واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل فيديو جديد. والمفروض يا جماعة مثلا انت اشتركتي النهاردة، ما تستنيش بعد ساعة ولا بعد يوم او يومين ان اللي انت اشتركتي له دوت ينزلك في ساعتها، ما ينفعش. فالمفروض احنا نصبر على بعض اسبوع، 3 ايام، يومين، كده كده احنا بنشترك لبعض عشان نكبر مع بعض وندعم بعضينا. فالمفروض الصبر، مش انا مثلا اشتركتلك دلوقتي فمجبره ان انا بعد ساعه ان انت تشتركي لي، لا اما كده اشطب الاشتراك، لا ما ينفعش. لازم عشان الاشتراك بتاعك يتفعل وبتاعي يتفعل اتفرج فيديو و2 من عندك واتفرجهم للاخر، وبعدين اشترك لك، وبعدين اصبر عليكي مثلا 3 ايام اسبوع كبيري اللي انا اشترك معاكي عشان الاشتراك يتفعل ليكي وليا. يبقى قلبنا يا جماعه على قلب بعضينا بالله عليكم، ويبقى فيه صدق وامانه علشان نكبر مع بعض ونقدر ان احنا ندعم بعضينا. احنا مطبخ قمر وسمسمه، وبنقول لكم بنعمل حاجه سهله وبسيطه. وبالله عليكم ما تنسوناش بلايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل فيديو جديد. نبتدي بقى معاكم فيديو. معانا اللبن اهو على النار، هنحط فيه المهلبيه بالشوكولاته. بدل ما نحط كاكاو، احنا ممكن نحط كاكاو، بس احنا جايبين مهلبيه بالشوكولاته اسهل وبسيطه وهتبقى طعمها ألذ. ممكن نحط كاكاو في قلب اللبن ونحط نشا، وهنعملها برضو شوكولاته، بس احنا قلنا نجيب العبوه ديت اهي. شايفين شكلها جميل وهتبقى طعمها لذيذ، وهتبقى تورتايه لذيذه جدا وسهله وبسيطه وبتكلفه قليله. نبدا بقى الفيديو معاكم. احنا كده اهو ولعنا على اللبن اول حاجه، ومعانا الكيس اهو، كيس ابيض يا جماعه اهو. هنفتحه بقى معاكم ونحطه، نفتحه الاول. استني لما يتفتح بقى. فتحنا الكيس كده، هنحطه بقى كله علشان يتعمل كويس. طبعا يا جماعه انتوا عارفين السكر على حسب الرغبه، انتوا عارفين ان في ناس بتحب السكر كتير وفي ناس بتحب السكر قليل، وفي ناس بتحب السكر ايه سمسمه وسط. فاحنا بقى نحط السكر على حسب الرغبه، على حسب يعني الحاجه بتاعتك. نحط كده شويه، احنا ما حددناش، احنا بنقول السكر على حسب الرغبه.
ونقعد بقى نقلب كده وموطيين البوتاجاز اهم حاجه. شايفين؟ موطيين البوتاجاز على المهلبيه بالشوكولاته اهي. اهم حاجه علشان طبعا انتوا عارفين اكيد فيها نشا. هي اسمها مهلبيه بالشوكولاته ليه؟ لان بيبقى فيها نشا وكاكاو. احنا كنا ممكن عملنا نشا على كاكاو وحطيناهم في اللبن وعملنا الشوكولاته، يعني ممكن تنفع دي وتنفع دي. احنا قصرنا الدور واشترينا الكيس دوت وقلنا نعمله بالمره هتبقى ألذ. مع ان الكاكاو الخام برضو بيبقى حلو مع النشا كده. بس دي هتدي برضو ايه طعم خطير. لازم يا جماعة فاحنا كده بقى نقلبها علشان خاطر النشا تتجمع على بعضيها وتجمد، ونبتدي معاكم ونقول لكم هنعمل ايه الخطوه الجايه. ما تروحوش في اي حته علشان خاطر تتفرجوا للاخر معانا. واحنا هنفصل دلوقتي التليفون قيمه ما دوت بيستوي ويجمد، وبعد كده نرجع لكم تاني. احنا كده اهي خلصناها. شايفين؟ بصوا تقلت ازاي وبقت جميله. احنا مبنحبش نطول عليكم. هي كده تقلت خلاص، نطفي بقى عليها البوتاجاز ونسيبها بقى تهدى شويه ونقول لكم هنعمل ايه اما تهدى. هنا معانا صينيه اهي دهناها سمنه عشان الحاجه ما تلزقش مننا. ومعانا هنا باكل بسكوت اهو، هنفكه ونوريكم هنعمل معاكم ايه. شايفين؟ بسكوت بالكاكاو اهو عشان تبقى شوكولاته صافيه، عشان انا ما بحبش الا الشوكولاته. وادي الصينيه اهي، شايفين الحجم بتاعها. نرجع بقى نقول لكم ما نطولش عليكم ثواني قبل ما نفتح الكيس كده يا حلوين. هنعمل ايه دلوقتي زي ما عمر قالت لكم؟ مش تسلمي على الساده المشاهدين الاول. كانت بتصلي وقالت اجي اسلم على حبايبي. السلام عليكم، عاملين ايه حبايبي؟ رب تكونوا بخير. انتوا عاملين ايه في الشتا ديت؟ طبعا زي ما عمر كده عملت لنا حاجه حلوه وسخنه وجميله يعني، والاطفال بتحبها. الاطفال بتموت فيها ومش بتحبها بس، اللي هي مهلبيه بالبسكوت بالمكسرات. احنا صح كده حطينا اهو. نفتح بقى ايه البسكويت. هو النار مش عامله. نفتح بقى البسكوت كده ونبص ايه واحده واحده، بس انا عايزاها تبرد شويه وبعدين ارجع لكم تاني. بصوا كده يا جماعه دلوقتي هنرص بقى ايه البسكوت واحده واحده. كده يا جماعه بنرص البسكوت. احنا هنرص البسكوت كويس خالص، نرجع لكم عشان ما نطولش عليكم يا حبايبي. واحنا كده يا جماعه رصينا اول رق. هنحط بقى تاني رق عليها كده عشان تبقى ماسكه نفسها. هنحط الرق التاني ونرجع لكم يا حلوين. بس شوفوا احنا رصيناها ازاي. لو عملتوها على حسب بقى الصينيه ورصكم. ايوه احنا كده مش عليكم نرصها ونقول لكم هنعمل ايه تاني عشان ما نطولش عليكم. بصوا كده يا جماعه احنا كده رصيناه اهو رقين. هنرجع نحطه ايه كمالة المهلبية هنا اهي كده المهلبية. شايفين؟ نفردها بقى. احنا كده حطينا المهلبية رق فوق ورق تحت. شايفين؟
شايفين يا جماعة الحلاوة؟ ريحتها جميلة جدا، ريحتها شوكولاتة صافي. شايفة ريحتها عاملة ازاي؟ احنا كده اهو خلصناها. هنعمل ايه بقى؟ رشة كده حلوة. هنجيب لو عندنا مثلا جوز الهند، هنجيب كده اهو وهنرش عشان تدي طعم. نغير برضو في طعم التورته بتاعتنا اهو. عشان تبقى تورتايه حلوه. جوز الهند اصلا بتبقى جميله ولذيذه اهو. فين التورتايه بتاعتنا؟ عملت سهله وبسيطه وحاجات في البيت مش مكلفه. نرجع بقى نجيب شويه من دول البندق دوت اهي. نرص كده البندق اهو. نرص كده بشكل حلو. شايفين كده اتعملت معانا تورتايه سهله وبسيطه. بصوا الحته طالعه بحتتها ازاي وجميله. شايفين الجنب؟ شايفين عامله ازاي؟ بسكوت بمنتهى الجمال اهي. وده بقى كان فيديو معاكم النهارده. الطريه اهي عامله زي الجاتو. كده عامله ازاي؟ طعمها جميل وشكلها حلو وطريه منتهى الجمال. إذا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش باللايك وما تروحوش في أي حتة واتفرجوا علينا شوفوا احنا عملناها ازاي. الطعامة والجمال اتفرجوا علينا. هنقول لكم بقى تعالوا نبتدي معاكم الفيديو. شايفين طعمها خطير وطرية. البسكوت طري فيها اهو. البسكوت طري فيها ازاي؟ اهي منتهى الجمال. ما تروحوش في اي حته وتعالوا شوفوا احنا هنعملها ازاي. وكده يا جماعه خلصنا اهو من الصينيه. شايفين منظرها جميل ازاي؟ تحفه اهي. واكيد طعمها اجمل لان ريحتها جميله جدا. اسالوا سمسمه عليها، سمسمه هتقول لكم جميله جدا. ده اكيد حلوة قوي يا جماعة. هي والله الريحه روعه. لان احنا طبعا جايبين الكيس المهلبيه بالشوكولاته جاهزه. فانتوا طبعا عارفين الحاجات الجاهزه ربنا مبارك فيها عشان البياعين تبيعها. فاكيد جميله جدا. هنقطعها بقى معاكم ونوريها لكم ونشوف اخرتها ايه معاكم. كده يا جماعة وكده قبل سمسمه متبرعه ان هي تقطعها وتبوظها عشان تكمل الصينيه. شوفوا التقطيع يا جماعة، شوفوا الاحترام. فين هنقطعها بقى. نقطعها كده. ده كله بقطع تورته يا جماعة. هي تعتبر تورته لان التورته عباره عن بسكوت. يا لهوي بص عمر اللي كانت فرحانة بشكلها بوظتها لها.
تقطيع، ايه رأيكم؟ تقطيع ولا احتراف ده؟ لا كده عمر هتزعق كده. بص لها التورتايه. المهم ان احنا قطعنا التورتايه بنجاح. وكده يا جماعه هي كده التورتيه بتاعتنا خلصت. بصوا طلعنا قطعه اهي كلها شوكولاته، شكلها حلو قوي يا ولما جماعه. تيجي تتاكل بالشوكولاته طبعا طبعا عشان هي الشوكولاته اهي. وده كان فيديو النهارده معاكم، ايه رايكم؟ ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بلايك واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل فيديو مننا جديد. انتوا عارفين ان احنا بنعمل حاجاتنا سهله وبسيطه وامكانياتها في البيت وكل حاجه في البيت. شايفين الجمال والحلاوه والطعمه اهي. نقول لكم بقى الى اللقاء في فيديو اخر. ما تنسوش يا جماعه اللايك واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل فيديو جديد، والاشتراك. وارجع واقول لكم الاشتراك ببلاش واللايك ببلاش، مش هتغرموا حاجه. دعمونا يا جماعه عشان نقدر نكبر مع بعضينا. نقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر. يلا سلام. قولوا سلام يا سمسمه. باي باي يا حلوين، باي باي يا حبايبي.